こんにちは、皆さん。私の名前はタリコ・アミドです。今日は日本語について話します。هنبدأ بأول حاجة وهي ليه الياباني سهل تتعلمه. الياباني سهل تتعلمه لثلاث أسباب. أول حاجة اللغة كلها أو بنسبة كبيرة جدا من اللغة هي مبنية على 5 حروف. أيوة، هم 5 حروف، 5 الإنجليش بتوعنا العاديين اللي هو الإي والآي والإي واليو والأو، ولكن نطقهم في الياباني بيختلف. يعني مثلا الإي بيتنطق والآي بيتنطق إي واليو بيتنطق أو والإي بيتنطق إيه والأو بيتنطق أو. خد بالك ان في فرق ما بين الاو والاو عشان بس النطق معاك ما يبص بعدين. دول ال5 حروف الاساسيين بيتبني بقى عليهم بقيه اللغه. يعني مثلا خلينا ناخد الكي، فالكي بيبقى كا كي كو كي كو. فعشان كده هي اللغه سهله تتعلمها. مسافه ما تعرف النطق ما بيختلفش، ما فيش اي تغيرات كتيره فيه، بيبقى يعتبر ثابت. فانت لو عرفت تنطق 5 حروف بالطريقه اللي انا وريتها لك سهل جدا ان انت تعرف تتعلم بقيه نطق الحروف. غير بقى طبعا بعض الحاجات اللي بيبقى فيها شواذ وانت بتتعلم اللغه، الموضوع هيبقى بالنسبه لك سهل مش صعب. تاني سبب هو الياباني فيه كام حرف؟ الياباني فيه 46 حرف، دول الاساسيين ودولت الحروف اللي بتتسمى حروف الهيراجانا. خلاص زي ما هم باينين قدامك. طيب ال 46 حرف دول لو انا قدرت اتعلمهم او لو انا فهمتهم، هل انا كده اقدر انطق ياباني؟ تقدر تنطق ياباني وتقدر تقرا اي كلمه ياباني موجوده قدامك لو مكتوبه بالطريقه دي اللي هي طريقه الهيراجانا، ودي الطريقه الاساسيه قوي في اليابان. طب هل ال 46 دول حرف بس اللي موجودين؟ لا، في نسخه منهم اخواتهم بالظبط اسمهم الكاتاكانا، والاثنين على بعض بيتسموا حروف الكانا. طيب ايه الفرق ما بين الهيراجانا وايه الفرق ما بين الكاتاكانا وهما الاثنين نفس النطق؟ طيب الفرق ما بين الهيراجانا ان هي دي اللغه اللي اتعلمها اليابانيين او اللغه اللي بيتكلم بيها اليابانيين في حياتهم اليوميه العاديه وبينطقوا بيها الحروف. لكن الكاتاكانا دي خلينا نقول دي اللغات المختلفه اللي دخلت على الياباني. يعني مثلا خلينا ناخد مثلا كلمه ايس كريم، فايس كريم لما هيجوا ينطقوها هي مش كلمه، هي كلمه انجليزيه، فلما تيجي تتحط في الياباني ما بتنطقش بالطريقه اليابانيه او بالحروف الهيراجانا بتاعت اليابانيين، لان هم مش هيفهموها او مش هيعرفوا ينطقوها، فاستعملوا حروف تانية هي بالتقريب كلها او 46 حرف بالنطق بنفس النطق بتاع الهيراجانا عادي، ولكن شكلهم بس بيبقى مختلف عشان يقدروا يميزوا الكلمات الاصيله الموجوده في الياباني والكلمات الجديده اللي داخله على اللغه بتاعتهم من دول بره. يعني مثلا زي ما قلنا كلمه ايس كريم فهي في الياباني بتتنطق ايسو، ولا بتتكتب بالشكل اللي قدامك ده ايسو. دي الطريقه اللي بننطق بيها كيابانيين اللغه الغريبه. ايه الفرق ما بين اللغه الصينيه واللغه اليابانيه؟ الفرق ان حروف الكاتاكانا وحروف الهيراجانا او بما يسمى هما الاثنين حروف الكانا، الاثنين دولت هم خاصين باللغه اليابانيه فقط، لكن اللغه اليابانيه بتتشارك مع اللغه الصينيه في حاجه اسمها حروف الكانجي. حروف الكانجي دي هي الحروف الاساسيه اللي اتعملت منها اللغه الصينيه، وهي دي اللي بيستخدموها لغايه النهارده. دي حروف كتير حوالي 10,000 حرف، لكن بالنسبه لليابانيين فاليابانيين قدروا ان هم يعملوا لنفسهم جزء كتابه اللي هم بنسميه رايتنج سيستم اللي هو الهيراجانا وجزء بتاع الكاتاكانا، وبدل ما ياخدوا ال10,000 حرف ويستخدموهم هم استخدموا من ال10,000 حرف اللي اسمهم الكانجي استخدموا منهم 2000 بس. يبقى احنا كده عندنا 46 هيراجانا، 46 كاتاكانا، وفي الاخر عندنا ال2000 حرف بتوع الكانجي. هل انت المفروض تحفظ ال2000؟ لا، لغايه النهارده في يابانيين نفسهم عايشين في البلد من اهل البلد لسه بيتعلموا الكانجي. الكانجي بياخد وقت طويل، ولكن يهمك طبعا بعض المصطلحات الرئيسيه قوي اللي بتبقى مكتوبه على المحلات او بتبقى مكتوبه على اماكن مثلا الحمام سواء الرجالي او النسائي على حسب المكان العام اللي انت بتدخله. ده بالنسبه للنقطه رقم 2 وهي حروف الياباني. طيب هل الرموز اللي انا شايفها دي ليها طريقه سهله اتعلمها بيها؟ ليها طريقه سهله جدا موجوده عندكم في اللينك في الديسكريبشن. انا حاطط لكم طريقه رسم الحروف بتتعلمها من اول ال5 الاساسيين اللي هو الآ والاي والاو والاي والاو مع بقيه الحروف بتاعه الهيراجانا، وبتخلص معاهم
برضو حروف الكاتاكانا هما الاتنين فايل واحد، والموضوع سهل بخطوات. بتلاقي خطوات في رسم الخطوط اللي هو 1 2 3 لغايه ما تقدر ترسم كل الحروف وتقدر تحفظهم. ويا ريت وانت بتحفظهم تحفظهم كمجموعه 5، يعني 5 5 5. النقطه رقم 3 وهي البان بو. يعني ايه البان بو؟ يعني الجرامر. هل الجرامر في الياباني صعب؟ لا بالعكس خالص. الجرامر في الياباني تقدر تتعلمه في 25 دقيقه بس. 25 دقيقه بس، 25 دقيقه بس. لو انت دورت على النت وكنت عامل فوكس كويس كده، كوبايتين شاي وقاعد مركز، هتلاقي الموضوع معاك بسيط خالص. الياباني لغه سهله في تعلمها لو انت بتتعلم صح. وده كده بالنسبه ليه الياباني سهل. ده بقى ينقلنا للجزء الثاني من الفيديو، وهو فكره الياباني وتجربتي الشخصيه معاه، وبرضه بعض النصائح لو انت لسه هتبدا في اللغه او حابب تبدا في اللغه، او ليك افكار معينه حابب تبداها بالنسبه للتعلم وتوفر عليك وقت اسرع من خلال تجربتي الشخصيه، ومن خلال متابعتي لبعض الناس الكتير اللي اتعلموا اللغه، سواء بقى على اليوتيوب سواء على اي مكان تاني. فهعرفك بس بعض الاساسيات او السهله اللي تخليك انت تعرف تخترق الجزء ده، لان انت عشان تتعامل مع لغه جديده على دماغك، خصوصا لو اللغه معظمها رموز زي كده، فالموضوع هيبقى واخد منك شويه تحديات شويه. تاني جزء معانا في الفيديو وهو تجربتي انا الشخصيه مع الياباني. طيب هل انا بتعلمه مع نفسي؟ انا بتعلمه مع نفسي، ولكن طبعا عن طريق كورسات اوريدي موجوده على اليوتيوب فري. لو انت حابب تدخل عليها هي هحطها لك في الديسكربشن. طيب انا بتعلمه من امتى؟ انا بتعلم الياباني بالظبط من سنه، بحاول اتعلم فيه. عندي مشكله في حته ان انا اكمل بسبب ضغطه الشغل، ولكن هو محتاج تبقى انت فاضيله. ودي اول نصيحه انا بديها لك، ان انت لازم تكثف وقتك للغه، لازم يبقى في وقت مخصص للغه دي. طيب انا دلوقتي حابب ان انا ابدا اللغه، وحابب ان انا اخصص وقت واكثف وقت للغه دي. ازاي ابدا اطبق على الحروف؟ اوريدي انا سايب لك لينك في الديسكربشن. اللينك ده فيه شكل الحروف وازاي تبدا ترسمها حاجه في حاجه، خط خط 1 2 3 كانك بتتعلم من ابتدائي. طيب ازاي بقى انا ارسم؟ يعني ارسم فين بالظبط؟ هو انا هسيب لك ورقه كمان. الورقه دي هي مش موجوده، ولو موجوده على النت صعب ان انت تلاقيها بجوده كويسه، فحتى لما تيجي تطبعها هتبوظ منك خالص. انا نزلتها وقعدت رسمها تاني بحيث ان هي تبقى سهله في الطباعه وشكلها الطف، فحطيتها لك برده في اللينك ان انت تبدا تنزلها وتبدا ترسم وتطبق على الحروف. الرسم في الياباني صعب وهياخد وقت؟ لا مش قوي، لو ايدك اتعودت عليه الموضوع بسيط. ده بالنسبه للنقطه رقم 2. طيب ايه الاحسن؟ ان انا ابدا اتعلمه مع نفسي سيلف ليرنينج على يوتيوب، ولا ان انا انزل اخد كورس؟ طيب عندك حاجه من الاثنين. لو انت بتلتزم وعندك ميعاد خلاص، الميعاد ده مقدس بالنسبه لك، هتخصصه للغه وتتخصصه للتعلم، فمن الافضل ان انت تتعلمه مع نفسك. هتوفر وقت، هتوفر فلوس، وهتوفر جهد. لكن لو انت مش هتعرف تلتزم بدول والشغل هيضغط عليك او حياتك عامه هتضغط عليك، انا ده بالفعل حاصل معايا، فالافضل طبعا ان انت تنزل تروح اكاديميه، ولكن انت ليك حريه الاختيار. طيب السؤال المشهور جدا اللي هو انا اصلا بسببه دخلت اتعلم ياباني، الانمي دي حاجه تحفه بجد. في ناس كتير ما بتتابعهاش، ولكن حاولوا تتابعوها صدقوني، في حاجات بتبقى عكس على الواقع بشكل كبير يعني وحلو. الانمي هيساعدني بقى ان انا اتعلم اللغه كويس ولا لا؟ وهنا بتيجي المفاجاه الصادمه اللي انا صدمتها، ان الانمي هو هيساعدك بس مش بشكل كبير، لان الانمي فيه بعض الحاجات اللي بتستخدم في اللغه ما بتبقاش مستخدمه اليوم. يعني انت لو اتكلمت مع حد من اليابان هتلاقي ان معظم مصطلحات الانمي ما بيستخدموهاش بره، بل وان بالنسبه لهم عشاق الانمي بره في اليابان هم مش واخدين يعني خليني اقول لك ايه، مكانتهم في المجتمع قوي، بيتبص لهم بصه مش لطيفه شويه. طيب ده بالنسبه للانمي. انا انصحك لو هتتابع الانمي تتابع انمي وان بانش مان. الانمي ده هيعلمك في الكتابه شويه، وبالذات في حروف الكاتاكانا هيظبط لك الحروف دي شويه، لان هما بيكتبوا بيها كتير جوه الانمي. ومن الانمي لانه ممتع هيخليك انت غصب عنك بتحاول تقرا الحروف. سؤال تاني وهو هل اتعلم الياباني عن طريق قنوات اللي على اليوتيوب العربي ولا الانجليش؟ انا انصحك انك تتعلمه بالانجليش، لان هو هيوفر عليك كتير جدا، وفي نفس الوقت هينمي معاك الانجليش وهينمي معاك لغه جديده. طيب انا ما عنديش ان انا اقدر اتكلم انجليش كويس او استوعب الانجليش كويس، خلاص انت عندك قنوات كتير عربي. يعني مثلا في قناه اسمها رين سensei، في قناه اسمها سيدو سensei. الاثنين دول تقدر تتعلم من عليهم الياباني كلغه بالعربي بشكل موضح وجميل ولطيف. ولكن انا انصحك بان انت تتعلمه انجليش. طب تتعلمه انجليش منين؟ تتعلمه قناه اسمها جابانيز 101، جابانيز بود 101. ودول هسيب لك الثلاث قنوات برده في الديسكربشن. الفيديو ده هيبقى مهم، حاول تحافظ عليه حتى لو ما قدرتش تتابعه كله مره واحده، ولكن اسمع مني هيفيدك كتير، لان انا بقول لك خلاصه تجربه انا بالفعل شفتها يعني. طيب نقطه كمان او سؤال كمان، هل ان انا اتعلم الثقافه اليابانيه
انت طبيعي وانت بتتعلم هتلاقي في حاجات تبع الثقافه اليابانيه ظهرت معاك. هل اكثف وقتي ان انا اتعلم في الثقافه اليابانيه؟ كثف وقتك، وصدقني وقتك ده مش هيبقى خساره. الثقافه اليابانيه جميله، هتفهمك حاجات كتير، بالعكس هتخليك سهل انك تتعلم الماده لانك هتبقى عارف بعض القواعد الاساسيه عندهم. من ضمن الحاجات يعني السريعه ان انت تبقى عارف ان الثقافه عندهم يعني قائمه شويه على الاحترام. يعني في طريقه في الكلام مثلا بيبقى دايما بتخاطب بيها الناس اللي اكبر منك، زي مثلا كلمه سان. خلاص، يعني مثلا اوجي سان، اوجي سان معناها ايها العم. خلاص، بس طبعا سان دي بتتحط احتراما. الحاجات دي كلها انت بتفهمها عن طريق الثقافه اليابانيه. بتتعلمها، ولكن الثقافه بتعرفها لك بشكل اكتر. ده بالاضافه لان هم اصلا عندهم اماكن كتير جميله جدا، ومن الافضل ان انت تتابعها، صدقني تبقى حلوه جدا. طيب السؤال اللي قبل الاخير هو احفظ قد ايه من اللغه علشان خاطر اعرف اتكلمه؟ عشان تعرف تتكلمه 46 حرف الاساسيين بتوع الهيراجانا، انت كده بتتكلم ياباني وبتنطق ياباني زيك زي اليابانيين بالظبط لو انت عرفت تنطقهم صح. طيب ال 46 بتوع كاتاكانا ده عشان خاطر لو دخلت كلمه انجلش كمان في النص. طب الانجليش كام في المية من الياباني؟ الانجليش 10% من الياباني. ده بالنسبه الانجليش جوه الياباني. فانت اوريدي محتاج تحفظ ال 46 و 46 دولت اللي هو الهيراجانا والكاتاكانا، تلاقي نفسك بتتكلم ياباني زيك زي اليابانيين بالظبط. والنطق مش صعب في اللغه، وهو تقريبا نطق ثابت اللي هم 5 حروف اللي قلناهم في الاول. طيب احفظ قد ايه علشان اقدر اتكلم بطلاقه؟ هنا بقى يجي البوينت. انت اوريدي حفظت 46 حرف هيراجانا و46 حرف كاتاكانا، عندك سلسله حروف الكانجي ودول 2000 حرف. طيب هل انا دلوقتي هحفظ ال 2000 واحفظهم ازاي؟ واصلا هم لو انت بصيت عليهم ممكن تتعقد سن. اولا لازم تبقى عارف ان اللغه دي بتاخد سنين في التعلم، مش لغه بتتعلمها في خلال سنه ولا سنتين، بتاخد سنين. اليابانيين نفسهم كل يوم بيتعلموا من حروف الكانجي 5 بس، ده لان هي صعبه، ولكن انت من الاصح ان انت تتعلمهم الاساسيات. طيب في حاجه اسمها JLBT. JLBT ده الاختبار اللي انت بتتعلمه. خلاص، الاختبار دوت بيبقى متقسم 5 مستويات: N5 N4 3 2 1. انت بتبدا تتعلم من N5 وده مستوى المبتدئين. خلاص كده، انت بتبدا مع كل مستوى منهم تاخد مجموعه حروف كانجي بس تحفظها. انت بقى هتقسمه على عدد الايام هتلاقي الدنيا معاك ظبطت. وزارة الثقافة اليابانية نفسها طلعت قالت في بيان ليهم من فترة طويلة جدا ان هم مش محتاجين تحفظ كل الكانجي لو انت رايح اليابان، او لو انت بالنسبة للشعب الياباني نفسه محتاج تحفظ 2000 بس حرف كانجي. وطب هم بيستخدموا عدد كلمات قد ايه؟ بيستخدموا معظم الوقت هم 2000 كلمة، ده المستخدم دايما. وفي كلمات كتير بيبقى ليها نفس المعنى، هم بيفضلوا دايما يستخدموا كلمة واحدة. زي مثلا سومي ماسين اللي هي معناها اكسكيوز مي. سومي ماسين معناها اكسكيوز مي، هم بيستخدموها في معظم المواقف. بتتشابه مع بعض الحاجات زي كلمه اسف اللي هي معناها جومين ناساي، ولكن هي الفكره كلها او جومي، ولكن هم الفكره كلها ان هم ما بيستخدموش اكتر من الكلمتين دول، ما بيعبروش عن الاعتذار او الاسف غير بالافكار دي او بالكلمتين دول بس، ما بيستخدموش حاجات تانية، فالموضوع بسيط بالنسبه لك. طيب ده بالنسبه للكلمات اللي انت تحفظها وتبقى بتتكلم بطلاقه. لغايه هنا انا عارف ان الفيديو ممكن يكون طول عليك شويه، ولكن ده خلاصه الوقت اللي انا قضيته. اللغه ممتعه في تعلمها، ممتعه، صعبه سنه بالنسبه لبعض الناس ولكن ممتعه في تعلمها. انصحك ان انت تتعلمها بالانجلش زي ما قلت لك علشان خاطر هتعلم معاك اللغتين الانجليش والياباني. طيب ده بالنسبه للغه. اما بالنسبه لي ازاي تتعلمها، فزي ما قلت لك في قنوات كتير، انا هحط لك خلاصه القنوات. طب في كتب، في كتاب مهم جدا ده لازم تبدا بيه اسمه جينكي. الكتاب دوت هحط لك برده اللينك بتاعه في الديسكريبشن بحيث ان انت كده تبقى قفلت كل حاجه. طيب هل ادخل الكتاب على طول؟ اوعى تعمل كده، اوعى. لازم تتعلم الحروف الهيراجانا الاول، تعلمها كويس قوي، تحفظها جدا. بعد كده تدخل في حروف الكاتاكانا، مش هتبقى صعبه عليك بعد ما تتعلم الهيراجانا. وبعد ما تخلصهم وتختبر عليهم نفسك كويس، ادخل بقى ساعتها في كتاب جينكي هتتعلم منه. لو انت هتتعلم في البيت، انت مش حابب تقعد تذاكر من كتاب، انا انصحك ان انت تتابع قناه جابانيز بود 101. وانت زي ما قلت لك لو انت بتتكلم بالعربي ومش حابب تتعلم الياباني انجلش، مع انه هيوفر معاك وقت كتير، فعندك ساعتها ان انت تقدر تتعلم قناه سيدو سينسي او قناه رين سينسي على اليوتيوب. ده كان كل حاجه للفيديو ده. اتمنى ان انا اكون ساعدتكم. صدقوني انا بحاول اديلك التجربه بتاعتي لان محدش وراني كل ده. انا بدات ادخل، بدات اتعلم من اجانب، بدات اشوف ايه اللي موجود على اليوتيوب، بدات اشوف الناس اللي في جروبات الياباني العربي. معظم جروبات الياباني العربي بتلاقي كل الناس داخله تقول لك اكتب اسمي بالياباني، بس ده هدفه من الجروب، فما بتلاقيش تعلم حقيقي قوي. فالحاجات اللي انا بديها لك دي صدقني دي خلاصه سنه او سنه وشويه تدوير. فاتمنى يكون الفيديو عجبكم. حاول تشير، تعرف الناس، حاول تقول لي تعليقاتك لو في اي حاجه انتوا محتاجينها تاني في الياباني او انتوا ما فهمتوهاش كويس. ممكن انا يعني اكتبوا لي في الكومنتات وانا هوضحها لكم بشكل افضل.
اتبسطت ان انا عملت لكم الفيديو ده، كان في دماغي من فتره طويله ان انا اخلصه او اعمله لكم، لكن الحمد لله ان هو خلص. شكرا على متابعتكم، سلام عليكم.